ملك التضحيات في الشطرنج. طبعا الفيديو باين من عنوانه ان احنا هنتكلم عن ميخائيل تال، ودي هتكون سلسله صغيره مكونه من 5 حلقات هنتكلم فيها عن اشهر التضحيات لميخائيل تال. ويلا بينا نبدا الحلقه الاولى. ميخائيل تال هو اللي كان بالابيض، والمباراه دي اتلعبت في 1969، واخر نقله للاسود لعب الفيلد بتاعه في الدي 7. يروح ردد عليه تال ويلعب البدأ بتاعه في الاف 5، مهدد اللي هو ياكل الحصان اللي موجود هنا. فالاسود بدون تردد اكل البدأ، بعد كده تال اكل بدأ ببدأ، ومهدد برضه اللي هو ياكل الحصان اللي هنا، فلازم تحميه. تقدر تاكل الحصان ده بالحصان، ساعتها هياكل بالفيل وهياكل، وساعتها تال هو اللي هيكون متقدم بقطعه. تمام. فالاسود بدا يحسب، وبعد كده راح محرك الحصان بتاعه في الاي 5. فهنا تال يروح لاعب الحصان بتاعه في الاي 6، مهدد اللي هو ياكل الوزير. تقول لي ايه ده، هو يقدر ياكل بالبيدق؟ اقول لك لا، ما يقدرش ياكل بالبيدق بسبب الربط اللي حاصل على البيدق ده بسبب الوزير، فما قداموش حل غير اللي هو ياكل الحصان ده عن طريق الفيل. في الوقت ده اول لما اكل بالفيل، تال يروح واكل الفيل بالبيدق في الاي 6. وهنا نفس الفكره موجوده، ما تقدرش تاكل بالبيدق الاسود بسبب الربط اللي حصل على الملك بسبب الوزير اللي موجود في الاتش 5. الاسود بدا يحسب وعاوز يخلص من شر الوزير ده، فقرر اللي هو يقدم البيدق بتاعه في جي 6، مهدد اللي هو ياكل الوزير. فتال من الوضعيه دي يقرر يضحي بالوزير بتاعه ويلعبه في الاي 5 وياكل الحصان. تقول لي هو بيضحي بالوزير يقدر ياكله بالبيدق، صح؟ وده اللي حصل في المباراه. بس تعال اشرح لك، هو لو ما اكلش الوزير ده بالبيدق ايه اللي هيحصل؟ مثلا هو لو لعب البدأ ده في الاي 5 مثلا واستغبى، ساعتها الاسود هيخسر بتشيك ميت ب5 نقلات، مفيش اي مهرب منهم. او النقله اللي هو ياكل الطابيه اللي موجوده هنا، ما قداموش حل غير اللي هو يغطي بالحصان، بعد كده هياكل الحصان ده، فما قداموش غير مكان واحد بس يلعبه هنا، ساعتها هيعمل له تشيك. ما قداموش غير مكان واحد بس يقدر يلعبه هنا، ساعتها هيعمل له تشيك ميت. تمام. فهو اصلا ما قداموش حل غير اللي هو ياكل الوزير. في الوقت ده مجرد ما هو اكل وزير، راح الابيض راح اكل البيدق اللي موجود في الاف 7. في الوقت ده هو عامل تشيك للملك بالبيدق، صح؟ الاسود قدامه 4 حاجات يقدر يعملها. يقدر يتحرك هنا، ويقدر يتحرك هنا، ويقدر يتحرك هنا، ويقدر ان هو يستسلم. وده اللي حصل. اول لما اكل البيدق اللي موجود في الاف 7، الاسود استسلم عشان هو خلاص بقى في موقف خساره. عشان هو لو اتحرك هنا، ساعتها هيلعب الفيل بتاعه في الاتش 6، عامل له تشيك ميت. ما يقدرش يتحرك هنا بسبب بيدق، ما يقدرش يتحرك هنا بسبب بيدق، وما يقدرش ياكل بيدق ده بسبب الطابيه. تمام. ففي المكان الثاني اللي هو يقدر يتحرك فيه هنا، ساعتها الابيض هيرقي الوزير عامل تشيك. احسن نقله ليك اللي انت طبعا تاكل بالطابيه، بعد كده يروح واكل بالطابيه. ما قدامكش غير مكان واحد بس تقدر تتحرك فيه وهو هنا، ساعتها يروح عامل لك دبل تشيك عشان هيلعب الفيل بتاعه في الاف 5، هيعمل دبل تشيك بالطابيه بالفيل. فما قدامكش غير مكان واحد بس تقدر تتحرك فيه وهو السي 6. في الوقت ده يروح عامل لك تشيك تاني بالفيل في الاي 4. مفيش اي مكان الملك يقدر يتحرك فيه، ما يقدرش يتحرك هنا بسبب طبعا الفيل، وما يقدرش يتحرك في اي مكان من الاماكن دي بسبب الطابيه. فما قداموش حل غير اللي هو يغطي بالحصان في الدي 5. مجرد ما هو يغطي بالحصان هياكل الحصان ده بالفيل. برضه ما قدامكش غير مكانين تقدر تتحرك فيهم. فمثلا لو اتحركت هنا، ساعتها هتخسر الوزير بتاعك علشان هيعمل لك تشيك، هتضطر ان انت تتحرك بالشكل ده، وهيروح واكل الوزير بتاعك. طبعا هتاكل وبعد كده هيخسر الطابيه. ولو اتحركت في المكان التاني اللي هو هنا، ساعتها هياكل طابيه بتشيك. ما قدامكش غير مكانين تقدر تتحرك فيهم، هو هنا مثلا، ساعتها هيلعب لك الفيل بتشيك. هترجع تاني مثلا في مكانك، ساعتها هيروح لاعب الطابيه. ما قدامكش غير مكان واحد بس، مكانين تقدر تتحرك فيهم هنا او هنا، ساعتها لو قررت تتحرك في اي مكان هتخسر الوزير بتاعك. ساعتها الافضليه طبعا بالابيض، معاه فيلين وطابيه و4 بيادق قصاد ملك و5 بيادق. وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو لسه مشتركتش في القناه اشترك فيها، واستنى ال4 حلقات التانيين.